انت حبيبتي القمر. حبيبي ده أول فوق اللي عامل في فيها تاريخ كده حسام حسنين اللي هو زوجي وما زال زوجي لحد عرفنا ان دلوقتي، واخد عليها كابتن حسام حسن مدرب المنتخب عامل فيها محضر ضرب وسب وقذف. قلت ايه ده؟ دي هتبقى قصه حب ولا ايه بقى؟ ما مش في حجز لاول مره فتحت بدنا نروق، بدنا نهدى شوي. الاخوه اليوم عندنا تبرقيق في ابونا موسى ومراته الحق قبل لايك نوصلوا لواحد 10,000 لايك نقدروا نوصلوا ليها. المهم وخليوا لي رايكم في التعاليق ضروري. نبداو الفيديو. كلنا شفنا هاد لي زابيل. انت حبيبتي القمر. حبيبي ده أول فوق في تاريخ مصر. الحمد لله الحمد لله. ده كلميني طيب، اقفلوا كلميني. مبروك الصعود يا كبير، مبروك الصعود. اكيد كلكم شفتوا المكالمات بين مدرب المنتخب المصري ابونا موسى والزوجه ديالو، ولكن كيفاش جاو هاد المكالمات وهاد الحيحه النضيضه واللقاء في البرنامج؟ بلاتي القصه بدات من خرجت مراته الاولى، اي مراته الاولى حتى راه مراته الثانيه. بزاف اللي كان كيعند بالهم بنته، ولكن لا، راها مراته الثانيه. كانت خرجت مراته الاولى وقالت هاد الهضره. كابتن حسام غيور جدا. كان بيغير على اولاده اكتر ولا عليكي؟ لا انا وضع تاني خالص، عشان طول ما هو مسافر هو يدلم شعرك، هقول لك حطي فيه زيت ولم شعرك لما يجي باسيبي. زوجتا حسام حسن تضعانه في موقف محرج أمام الجميع، فما تفاصيل؟ بعد تأهل المنتخب المصري إلى دور 32 انتقل الجدل من المستطيل الأخضر إلى الحياة الشخصية للمدرب حسام حسن. البداية كانت مع زوجته الأولى، والتي تحدثت في برنامج تلفزيوني عن سنوات دعمها له منذ بداية مسيرته، مؤكدة أنها كانت السند في أصعب المراحل. لكن بعد ذلك ظهرت زوجته الثانية في مكالمة معه عبر تقنية الفيديو، موجهة له سؤالا مباشرا يفصل بينها وبين زوجته الأولى. انت ليه غير يا حسام؟ انت ليك حد غيري يا حسام؟ بقت اشهر جمله على السوشيال ميديا في مصر بعد فرحه تاهل المنتخب لدور 32. السوشيال ميديا يعني فجاه كده سابت الكوره، بدات تتكلم عن الحياه الشخصيه للكابتن حسام حسن بعد جدل كبير بين زوجاتيه. عادي. ايوا الثانيه ما عجبهاش الحال وخرجت كتدق عليها كل مره تسمعني شويه، ولات قالت له ما عرفتو شنو غنديرو، غنولي نحط لي زابيل ديالي انا وياه. او تماك فين بدات القضيه ديال حطان لي زابيل. شي ولات كتعاود لهم الكواليس ديال داكشي اللي واقع للمنتخب المصري ملي كانوا باقين في كاس العالم. قال لهم يا جماعه اي حد مش هيأدي ومش هيبقى قد المسؤوليه هيخرج، مش هستنى 5 دقايق هيبقى في كل. وكمان شعور كابتن حسام بعد الصعود. بص، هو احساس ما يتوصفش طبعا، يعني كان اعجاز وانجاز في نفس الوقت. والواحد على قد ما هو فرحان على قد هو مش مصدق لغايه اخر لحظه. وقالت على حكت شويه حكايات حصلت في الكواليس. الجدل زاد لدرجه ان الاستاذ عمرو عبد السلام المحامي بالنقد قدم دعوه للمجلس الاعلى للاعلام يطالب فيها بمنع ظهور زوجه الكابتن حسام حسن مدير منتخب مصر من الظهور او الادلاء باي تصريحات تلفزيونيه. خلوني الواعره هي منين كيجي شي حد يسولها، مثلا كتكون غبرات ما حطاتش ليهم شي حاجه، كيسولها كيقول لها فين بغينا الجديد، كتكتب لهم سيروا سولوا مولات الزيت، سولوا المزيته. وبزاف ديال المصريين تناولوا الموضوع وهضروا عليه. فهي كانت عايزه تثبت ايه بقى من الكلام ده؟ الاجابه بتاعتها اهي. دينا بقى بتوصل رساله لمراته الاولى وان حسام بقى بيحبها هي وملوش غيرها، وان مراته الاولى مش موجوده في حياه حسام. بدنا نهدى شوي على بعض، نروق. ما هو مش هينفع كده، ما هو مش كل كلمه وكل نفس هيحصل هنطلع ونعمل فيديو كول ونقعد نغني له ونقول له انا عمك وانا ابن عمك وانا مش عارف ايه. وانا ما اعرفش ايه علاقه ان انت بتتكلمي تقولي له انا بحبك وتقعدي تغني له وتقولي له إيه انت مالكش غيري يا حسام، فيقول لك انا ماليش غيرك يا حبيبتي وبتاع. قصه الحب دي يا جماعه ممكن تخلص في مكالمه تليفون.
يعني مكالمات قدام الناس، كفايه التفاصيل اللي احنا خلاص مش محتاجين ان احنا نعرفها. احنا محتاجين نركز في الماتشات، احنا محتاجين نركز في كاس العالم، احنا محتاجين نكسب، احنا محتاجين ندعم. صارت محل جدل هي يعني بعد ما تم تقديم بلاغ ضدها بسبب تصريحات تم نسبها لإلها عن كواليس وحكي صار جوا غرفة ملابس منتخب مصر. بس لهاللحظة ما في أي تعليق رسمي من حسام حسن على كل هاي الضجة اللي صارت. يا جماعه بصوا عشان خاطري سيبوا بقى ايه كابتن حسام حسن يركز في ماتش استراليا. امانه عليكم نكسب. نزيدكم ماشي غينا شي راه كان دعاها كيف كانت ان الجمهور ان هو ان في ثقه دلوقتي في منتخبهم. ايه سوريا انتوا عرفتوا بعض فين؟ احكي بقى. في اسكندريه. في مارينا. نسيت في مارينا. غلطت يعني انا من الناس اللي كان بالنسبه لها ده حسام حسن. يعني انا كان معايا 2 صحابي بنات هم مش عارفينه، انا اللي رحت جايباه بالعربيه لقطته واقف قدامي قلت لها ده حسام حسن. استني بس ثانيه واحده، لا ده حسام حسن. ورحت سالته قلت له انت حسام ولا ابراهيم؟ عشان انا عامله استعداد لو ابراهيم مش هتكلم هاخد بعضي وامشي. ايه ده ايه ده ايه ده قلت له انت حسام وش كده ده ما في. قلت له انت حسام، راح جاي قال لي اه. قلت له ايه ده بجد يعني حسام؟ طب خلاص كده خلاص كويس انا شفت انا هتجوزك. ايوه لا ما كانتش في دماغي كده بس عارفه لما كنت يعني كنت معجبه قوي. بعد كده بقى حصل سمعوا شو هذا الحب عاودوا ورونا الفيديو. فقلت ايه ده دي هتبقى قصه حب ولا ايه بقى؟ شو هادشي هذا؟ هادشي دابا 2026 العام اللي فات كان دعاها ودخلت للحبس. كنهضر معكم دعاها ودخلت للحبس. سمعوا الفيديو. ماشي من اول موضوع ان انا كنت جايه بقضي كام يوم يعني في فيلتي، وفوجئت طبعا بحد اعتدى عليا في الفيلا ودخل وقال ان هو مؤجر من زوجي كابتن حسام حسن. جت النجده طلب النجده هو من بالتليفون بعد ما طلعته من البيت. كابتن حسام حسن ما ظهرش. جت النجده يعني هو انا ما شفتوش خالص. انا بتعامل مع واحد بيتقال انه مؤجر وزوجي اللي المفروض ان هو مأجر له وما جاش يقول يا جماعه حتى لو فدي فيلتي انا ومراتي فطلعوها. لا فانا عملت معامله المتهمه ان انا واحده اعتديت على المؤجر من جوزي دخلت عليه جوه. عدى الموضوع على كده قلت يمكن اكون انا فاهمه غلط. اتوجهت على اسم العمليه 2. رحت على اساس ان هم يعملوا لي اخلاء السبيل من هناك. طبعا اجراءات اخلاء السبيل ان انت بتروح يكشفوا عليك يشوفوا لو في حاجات ثانيه ولا لا ليك. كشفوا عليا لقوني عندي حكم قضائي. الحكم القضائي ده من 2023. طبعا انا نكرت قلت ما حصل ازاي يا جماعه حكم قضائي بشهر من 2023. يمين شمال مش راضيين يقولوا لي طبعا مين اللي اخذ عليا الحكم. بعد ما قلت انا مش هدخل وان ده مش حكم يخصني اضطروا يقولوا لي ان اللي عامل فيا كده حسام حسن حسنين اللي هو زوجي وما زال زوجي لحد دلوقتي، واخد عليا حكم بشهر ان انا ضربته وهو اتوجه وعمل تقرير طبي وخد حكم بشهر. والشهر ده انا ما اعرفش عنه حاجه طبعا، لا عارفه بمحضر ولا عارفه اي حاجه. ما خلاش انا بحبه بس ما خلاش ان انا ينفع انا بحبك بس انا مش عارفه. تبارك الله تبارك الله. دابا نتوما في العود ما ديروا هكا باغيين حتى باغيين يديروا شي فيلم على المنتخب والصعود ديالو المونديال. ديروا لنا فيلم على حسام حسن ومراته الاولى ومراته الثانيه وصحابه وصحاباته. عنده الاكشن ماشي مسلسل غيجيب نسبه مشاهدات عاليه. ديروا لنا مسلسل تاريخي وفيه التوارخ بزاف. مالكم؟ فضيحه مرات حسام حسن بتستغيث برئيس الجمهوريه من حسام حسن. اسمع يا جماعه انا دلوقتي تاني انا معايا اسم البطاقه دينا مصطفى علي، معايا عقد بيع وشراء بفيلا في الكينج شارع كافور في الكينج اسكندريه من حسام حسن حسنين. جاب لي قبل كده بطل. المهم دابا حنا باش نزيدو نفهموا هاد القضيه ديالو هو ومراته ودا كيفاش دعاها وكيفاش دخلت للحبس. نسمعوا اختها اش كتقول، ولكن قبل ما نسمعوا اختها نشوفوا شويه ديال النوستالجي باش نعرفوا عليهم اكثر. نسمعوا. اصل هي ما وصلتش للطلاق بالظبط. كان يعني كنا اتطلقنا. لا ما احنا طلقنا قبل كده. شوفوا الصراحه البنيه باقا صغيره وزوينه. المهم بزاف ديال الهضره باغا نقولها ولكن المهم نزيدو احنا عارفين ان كان في خلافات زوجيه ما بينهم كتير وكانت نفس الواقعه دي كانت حاصله من سنه. بس كل زوجين في كل بيت بيحصل ما بينهم مشاكل وبنتدخل والاهل بتتدخل وبنحاول نحل وبنحاول نصلح. بس هو في كل مره كان بيصدمنا بحاجه جديده. يعني دابا هما تفارقوا وتصالحوا ولاو تفارقوا وتصالحوا وتحبوا في المونديال. ايوا زيد الكبيده زيدي جنبها وهي بتقف جنبه للاخر وهي بتحبه جدا
كانت لسه طالعه في اكتر من برنامج يعني اجتماعي، وبتتكلم كويس جدا عنه. بكره نازلين ان شاء الله باذن الله معارضه، هنعمل معارضه وربنا هيسهل الحال وان شاء الله هتطلع بالسلامه. وكابتن حسام حسن زوج اختي مدرب المنتخب عامل فيها محضر ضرب وسب وقذف في 11/2023. معايا عقد من الفيلا انا فيها ومفيش اي حاجه. كان في خلاف قبل كده. هو لما بيحصل مشكله مع الكابتن حسام حسن ما بينها وما بينه، الشخص ده بيظهر مره واحده في الفيلا، وبالفعل تم الكشف عليه وطلع عنده قضيه حيازه من قبل. فدلوقتي هي حاليا اتحجزت، راحوا يعني النجدة جت في مادة بزهيه وراجلها هتخينا كيدخل الفيلا. شوف وراه هذا من يمات ابونا موسى راه فيه قوالبي السيد مولف هادشي. شوف لك بقى صغيره وزوينه وقد بنته. شوف الغيره بحث بقى صغيره دابا بنتي راه الغيره كتشدو وكينوض يحيح عليها. وتاي علاش راجل قد بوا علاش القلب الحب ليها. المهم وخليوا لي رايكم في التعاليق ضروري.